وصفة خفيفة وبنينة كيما العادة، واللي هي بيض مكفت. لا بيوري بطاطا هذه يعني ماشي مكلف كي درت اللحم مكفت. السكسو تاع الشعير بالحوت. هذه انت كتاكلوا هادشي نتوما. هي وصفة تقليدية جيجلية معروفين بها احنا في جيجل. والله تذوق والله ما تحلف لي والله ما نذوقها بالله ولا جات فم. هو السكسو بالسردين من بعد ما حطيته في صحن. تمالي انا والدني كان بودي. وهكا كيما تشوفوا الكسكسي بالقرنيط نتاعنا حضر. بسم الله ما شاء الله، ريحه قد ما نحكي لكم وبنا يعني بالحق بجا بنين على الاخر. اش هذا؟ اليوم جبت لكم وصفه تقليديه جزائريه بحته قديمه يعيطوا لها مخ الشيخ من ضمن فيرسيون تاع مخ الشيخ. داكوغ اللي تحب مستعجله تحب تشوفها. والآن نقدم لكم مزيت ساجي، طبق تقليدي عقيمين، هو سكران طايح بالدروج. نعم إنها المخدرة. يعني دويرات صغار. غادي دوك نديرو دويرات غير صغار كيما راكم تشوفوا، دويرات صغار. هيا وصيدي ليها كيما هكا. ما عليك والو، هيا وصيدي كيما هكا وصيدي. عليكم ولادي كيفية طلبوها لي تاع مكفن في حجر يمه. كفن في حجر يمه هذا ديريها بكيفية بسيطة. عندك مقارون فيه فرمات، فيه لحم مرحي، فيه معدنوس، فيه كلش. تفرغيه في المعارك تاعك كيما راك تشوفي هكذا، وتكفنيه هاهو وتحطيه هنا. انا عندي نص تاع دلاعه عطيتها للدجاجات نقاوها لي مليح بارك الله فيهم. ومن بعد غسلتها ودوك نحط فيها لاغوسه تاعي. هاهو نحط فيها المعاركه تاعي مكفن في حجر يماه. هاي طلعت اخضر. الوصفه تاعنا مخ الكذاب. واحد ما يسماش فرانك اللي يسال يجي يخلص. تكذب تخدع في روحك. كذاب راهي واجده. شهيدكم في الجنه والمخ الكذاب. غادي تقولي راكي تاكلي في المخ، ولكن انتيا ما غاديش طيبي المخ. الكمون والحرون لا واثقه من نفسها مش واخد بالها. والملح عطفوا عليها طارت في السماء. بوزبين او طاسبان. حنا في الجايه نقولوا لها طاسبان، في المناطق الاخرى كما تيزيدوا يقولوا لها تكبابين. اذا راني درت لهم الشلاضه يحبوها، بصح درت لها لاصوص باش يقمصوا فيها الخبز. هاي القرف تاعك تعال في ايه؟ هاي الشلاضه اروح اكون ولادي بيشبعوا كاع. اليوم فمي راه طايب وما قدرتش ناكل عليه، قلت انا ندير شطيطحه خبز كيما راكم تشوفوا فيها. شطيطحه خبز. هاي ليك، هاي هنا هاي ياكلوا. السلام عليكم ولادي. جاتني اختي ضيفه وانا تعرفوني نطيب مليح وعجبتها الماكله، وهي مسكينه موالفه بالريجيم. تكلات هاني دوك جبتها للسبيطار. من العاصمة اللي هو طاجين القاضي وجماعته. راح نزيد عليه حبيبات تاع البيض اللي هما تاني من جماعة القاضي. الوصفة ديالنا تاع مكتنا في الدروج حضرت. طاجين عين البقرة. وصفة اليوم رايحة تكون مدربل باذنجان مكفن في حجر يماه. طبق مغلف في غلافه. هذا الطبق لبنات بزاف واسمه مخ الشيخ. وصفتنا لنهار اليوم كما تشوفوا لمشلوش شرشم مع بخبوز. والآن نقدم لكم مزيت ساجي. المطبخ الجزائري في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا. عاودي نسمع اش قلت. في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا. لا واثقه من نفسها. اروح اللي قلت الطعام تاع الجزائر ماشي مليح، يا الطعام بالهمه والشان، يا الحبيبه ويا الزينه ويا الغاليه. رواحي يا
شنو هذا؟ ودي احشمك نقول هذي. نوريك الطعام تاع الجزائر كي داير بالهمه والشن وروايح راها توصل حتى من الدار للدار للدار. هذا بنات هي النتيجة الأخيرة، نسقيو لكم شوية باش تشوفوا. والله جا رائع. لمحبي القرنينة ناقصة غديو نتمنى تجربوه. عرضتني بنتي روحي تاكلي لسان العصفور. لسان العصفور هذا راه خشينا بنتي، هذا لسان الكلب يسموه ماشي. باردة. تقديم سلطة رائعة، سلطة الكسكس. ولادي اليوم راح ندير لكم الطعام محشي بالرايب. ها هو الطعام محشي بالرايب. ها هو الرايب، ها هو الرايب. طبقة طعام. سيري يا بنتي، سيري يا بنتي، سيري ما خصكش تحضري. راكم تشاهدوا شوفوا كيفاش مفتول. غسلوا. واش اخر؟ راكم تشاهدوا اعزائي المشاهدين الطعم تاعنا وجد. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، جا خفيف. يا نهار اسود، يا نهار اسود. عندنا تراث غاني 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 بزاف بزاف. حنا خير من الدول هذو اللي جيراننا، بس حنا ما بناش هما بانوا. واش بينهم هما خير منا، فاهم؟ ما في خير منا حتى في حاجه. إذا شوفوا الشكل النهائي للباكو